السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل بلد بيحبها المدون العالمي عمرو بدوي. جزيرة آيسلاند الواقعة شمال المحيط الأطلسي. نشوف جمال خلق الله في آيسلندا والظواهر الطبيعية اللي بتحصل فيها. خطفت قلب الرحالة والمدون الرائع عمرو بدوي اللي بعد ما لف 70 دولة راحها 7 مرات وحس إن هو ينتمي ليها فعلا. بيشرح ويوري الناس ويوضح لهم المجمع واللافا عامة يعني. خلاص فهو ده كان بركان، وبعد ما البركان خمد وقعد فترة بيحصل زي كولابس للفوهة بتاعته اللي كانت النار طالعة منها بيتكون. البراكين مخيفة، لكن سبحان الله بعدها الشكل بتاع الأرض بيبقى حاجة رهيبة. استفدتوا من رحلاتك دي كلها، وإيه أجمل مكان بتحبه؟ هو أجمل مكان بحبه هي آيسلاند بصراحة، إنها بلد مختلفة تماما عن أي بلد. أنا سافرت حوالي أكتر من 70 بلد، فأنا بحس إنها مختلفة جدا. الطبيعة فيها بكر خالص. هوريكوا هنا الطبيعة في البلد الجميلة دي اللي ربنا سبحانه وتعالى حباها، يعني بتناقضات غريبة. بلد الجليد والنار، براكين بتسور في كل حتة، و يعني مية طالعة سخنة من الأرض، وفي نفس الوقت تلج شديد. إيه اللي لمس قلبك؟ السفر بيخرج الواحد من نقدر نقول الكومفورت زون بتاعته، منطقة الراحة اللي هو واخد فيها على سريره وعلى أكله وعلى شربه وعلى ركنته وعلى بيته وعلى كل حاجة. فلما بيسافر كتير وبيتحرك كتير وبيخرج مرة منطقة الراحة بتاعته بيبقى إنسان اكسبتنج لكل حاجة أكتر، كومبليننج أكتر، ما يشتكيش من حاجة، دايما بيعدي الأمور بسلاسة بسهولة، بيبقى شخص بيقولوا عليه ايزي جوينج كده، كل حاجة سهلة بالنسبة له، بيتقبل الآخر جدا، بيتفهم الاختلافات، لأن في ناس كتير ما بتسافرش ما بتبقاش فاهمة الاختلافات ما بين الكالتشرز والأديان والثقافات والكلام ده كله. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. قل لي التغيير الكبير اللي حصل فيك. كل ما بنسافر وبنقابل ناس جديدة ونتعرف على ثقافات جديدة نعرف ان احنا متشابهين جدا. يعني المتشابه بينا كثقافات وكعادات وتقاليد وكمبادئ يعني كده، المتشابه بينا اكتر بكتير من المختلف. ربنا يوفقك. انا مش هطول عليك وعلى الناس. الشلال هنا بيمشوا يطلعوا السلم ويرجعوا ورا الشلال بتاعه. ورا الشلال طبعا كله بيطلع غرقان ميه. يا الله غرقان ميه مبسوط. عجبني الخضار 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 مع اللون الاصفر. بصوا المنظر تحفة تحفة. طبعا في كتير وكتير من الرحلات راحة دوروا عليها في موقعه، لكن فعلا أنا حبيت أوريكم حاجة برؤيتي، وفعلا هو حريص أنه يوري الناس كل حاجة جميلة في البلاد. ربنا يوفقه.